السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى المشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حوا فيديو جديد. هنعمل مع بعض الحاجة الجميلة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. هنعمل مهلبية بالجيلي. طعمها حلو قوي قوي وسهلة وسريعة ومش هتاخد مننا وقت خالص. تعملوها كده بألف هنا وشفا عليكم وعلى اولادكم. حاجة كده في السريع. نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا حبايبي، المقدار اللي معايا أنا عاملة كيلو لبن. ده 2 معلقتين نشا، معلقتين دقيق، هنحط نص كوباية سكر، وهنحط شوية فانيليا. دي المهلبية بتاعتنا الطبقة الأولانية. هنقلب كل المقدار ده كويس جدا. اللبن لسه ساقع. أهم حاجة دوبي الدقيق والنشا في قلب اللبن. أنا حطيت دقيق ليه؟ مش نشا كله. الدقيق بدي طعم كريمي للمهلبية. ما عندكيش دقيق ومش حابة تحطي دقيق، حطي نشا. دول 3 معالق كريم شانتيه، اختياري طبعا. بس دي بتدي ايه؟ قوام حلو للمهلبيه. ما عندكيش حطي معلقه قشطه. لو اللبن بتاعك ده سم مش مهم، ما تحطهاش. تمام كده. هاخدها بقى على النار نسوي المهلبيه بتاعتنا. واهم حاجه القوام يبقى خفيف مش تقيل، نفس المقدار اللي انا قايله لك عليه كده. تمام. هنقلب لغايه ما النشا بتاعتنا تستوي، والدقيق طبعا بقى طعمه ما يبقاش في المهلبيه بتاعتنا. وهحط معلقه زبده. الزبده بتخلي قوام المهلبيه زي البودنج كده، بتبقى ناعمه كده وجميله. تمام. هقلب لغايه ما الزبده بتاعتي تسيح، ونشيل الحله بتاعتنا من على النار ونغرفها. طبعا اي نوع جيلي ينفع، احمر، اي فراولة، مشمش، مانجا، اللي انت عايزاه حطيه. انا كان عندي الفراولة عملت بيه. هجيب بقى الكاسات بتاعتي او الكوبايات ايا كان، وهنغرف المهلبية بتاعتي نص الكاس بس عشان نعمل طبقة الجيلي بتاعتنا. طبعا المهلبية زي ما انتم شايفينها كريمي كده ومش مكتلة ولا حاجة، عشان احنا مقلبين كويس جدا على النار. ما تسيبيش المهلبية وتمشي ايدك في المهلبية عشان ما تبقاش فيها تكتلات، وتبقى كريمي. كل ما تقلبي فيها كل ما تبقى ايه؟ كريمية معاكي. هخلص المقدار بتاعي كله وهحطها في التلاجة لمدة ساعة، علشان اما اعمل الطبقة التانية تكون بردت تماما زي ما انتوا شايفين كده معايا. هحط بقى هنا كوباية جيلي وعليها كيس جيلي. انت طبعا الكمية اللي انت عايزة تزودي زودي. كده كوباية مية سخنة بتغلي، وكوباية مية باردة، بس زي اللي مكتوب على العلبة بتاعتك. خلاص قلبتهم لما الجيلي داب، وطلعتهم. طلعت المهلبية من التلاجة، وهنحط عليها طبقة الجيلي. تمام كده. حاجة كده في السريع وحلوة وما خدتش وقت ويانا. وحلو بقى تديها لاولادك بقى هما بيذاكروا كده اليومين دول. ربنا يعينك عليهم يا رب، ويوفقكم ويوفقهم يا رب ويصلح حالهم. اعملوا بقى لايك للفيديو الجميل ده، وشيروه، واكتبوا لي كومنت حلو ولو عملتوا المهلبيه ولا لا. كده خلاص معايا كانت بردت تماما والجيلي تماسك. بقت حلوه قوي وكان طعمها حلو قوي قوي يا جماعه بجد. الميكس الجيلي مع المهلبيه مدي طعمه حلو. حتى لو جيتي تشوفيها القوام بتاعها كريمي. حاجه كده بتاكلي حاجه كده يعني ايه؟ دلع. اعملوها بس وجربوها بجد حلوه وسهله كده وسريعه، مش هتاخد منكم وقت. واشوف الشكر على خير في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله، واشوف الشكر على خير ان شاء الله.